أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا الكل تابع الجوائز أو تتويجات ديال الكاف بمراكش، بقصر المهرجان بمراكش، والكل كان يعقد الأمال على أن أشرف حكيمي ربما يفوز بالكأس الذهبية، ولكن يحسره ما كاينش، ما عندنا ما نديرو. اللي بغيت نقول على ان هذه ماشي المره الاولى ولا المره الثانيه، فالتصويت في الكاف عنده بعض اللوبيات اللي ربما اقول اننا ما وصلناش عاد نديروا اللوبي ديالها باش نكسبوا الاصوات للاعبين ديالنا كما كان انذاك في 2010 فيما يخص تنظيم كأس العالم. اذا الدول الانجلو سكسوفونيه في افريقيا عندها واحد يعني الإشكالية أو العلاقات خاصة مع اللاعبين سواء أفارقة واللاعبين العرب من يعني أصل عربي، كيكون في السكند تايم ديالهم هما. إذن هنا خص بزاف ديال الاشتغال باش تحقق هذا التصويت هذا إلى فعلا يعني كانت هناك رغبة للدفاع عن اللاعبين المغاربه سواء المحترفين خارج المغرب او في المغرب. طيب، ظاهره اخرى في هذا الاطار، لان في الحقيقه راه يكثر الحديث عن التصويت في افريقيا، لانني خصني يعني نجيب لكم بالدلائل والحجج كيف يتم التصويت، والان ربما نخليها لفرصه اخرى. لكن واحد الظاهره تخصنا نحن كمغاربة مشاركين في الكاف، أو اللي حنا كنقوموا بتنظيم حفل الكاف في مراكش. ما يعني انتبهت ليه، وهو ماشي المرة الأولى، حتى في مركز محمد السادس بالرباط لما كتكون شي حفلات وشي لقاءات يعني دولية، فكنشوف الوجوه تتكرر هناك. يعني والتساؤلي أنا هنا لمن يهمهم الأمر، يعني اللاعبين القدماء من مغاربة العالم، هل يعني هذيك انتهت الصلاحية ديالهم مثلا لحضور مثل هذه المناسبات الدولية؟ فنذكر هناك لاعبين يعني دازوا في المنتخب الوطني واللي ممكن يكونوا كذلك من الحاضرين. نذكر مثلا من هولندا علي بوصابون، المختاري، ثم الخطابي، ثم انور ديبا، ثم طعرابط، ثم امرابط. يعني كاينين عزيز ذو الفقار، كاينين واحد العدد كثير ديال اللاعبين اللي لعبوا في المنتخب الوطني وللان هما متقاعدين ولا محللين في القنوات الرياضيه يعني الاوروبيه. علاش هادو ما يكونوش هما من المدعوين؟ لانني انا شخصيا انا ما عندي يعني رغبه باش نحيد شي واحد ولا هذا، ولكن يعني ارغب باش يكونوا هاد اللاعبين اللي قدموا قدمات الفريق الوطني المغربي باش يكونوا حاضرين كذلك. فكره اخرى، ما دمت انتمي للجهه الشرقيه، فالمولود ديال الوجديه والنهضه البركانيه عطاو عدد كثير من اللاعبين الدوليين اللي لعبوا في الفريق الوطني. علاش حتى هما ما يكونوش حاضرين؟ غادي نسمي مثلا هناك السميري، هناك مصطفى الطاهري، محمد فيلالي، هناك مرزاق، هناك جويط، هناك يعني كاينين لاعبين اللي تكرموا اخيرا في السعيديه. كذلك هناك بوصحابه، هناك هراس، يعني منير الهبيل. علاش نفس اللاعبين من الدار البيضاء والرباط هما اللي حاضرين دائما؟ هذا التساؤل يخصنا نفكروا فيه، ما نبقاوش نكرروه. راه كاع هاد الناس عندهم الحق في المناسبات الدوليه وعندهم الحق في الفريق الوطني المغربي، ماشي انتهت الصلاحيه ديالهم صافي، لعبنا بهم استفدنا الله يعاونهم يبقاو في ديورهم. لا، هذا الاسلوب لا يليق، ما يمكنش. دائما انت تشوف نفس الوجوه في نفس
في عدة مناسبات. يعني خصنا نفكروا شي شويه في الاخرين. هذا اللي كينظم سواء على مستوى الكاف او على مستوى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. وزعما ما انتبهش لهذا الشيء هذا؟ الا ما انتبهش راني كنبهو. يعني وماشي غير انا، بزاف قريت بزاف تعاليق في هذا الشان هذا. يعني خصو يفيق شويه. ما المغرب لا ينحصر في محور الدار البيضاء والرباط ومراكش. اذا المغرب راه من السعيديه لطنجه ومن طنجه للقويره، وكنا كنساهموا في هذا المغرب هذا. اذا هذه فكره يعني بغيت نعلق عليها وبغيت نقولها. ربما المستمعين والمشاهدين يعني يقاسموني هذا الراي هذا، الى عجبهم ربما ما عجبكمش، ولكن هذه حقيقه، هذا الواقع. يعني مغاربه العالم ساهموا في الفريق الوطني، وكاين من فرنسا ومن بلجيكا ومن المانيا، ولكن ما كنشوفوهمش في المناسبات بحال مناسبه الكاف او مناسبات اللي كانت ديال الفيفا والكاف بمركز محمد السادس بالرباط. اللقاء.